مواهب سعودية تنتظر العالمية، ومع اقتراب انطلاق بطولة خليج 26 في الكويت، تتجه الأنظار نحو المواهب الشابة في المنتخب السعودي، حيث يتوقع أن تكون البطولة بمثابة نقطة انطلاق لجيل جديد يقود الأخضر في المستقبل، وخاصة مع استضافة السعودية لكأس العالم 2034. يركز المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على بناء فريق قوي للمستقبل، ولذلك ضم 5 أسماء شابة واعدة إلى قائمة المنتخب المشاركة في البطولة. محمد القحطاني، وهو الجناح الأيمن لنادي الهلال الذي تألق مؤخرا وفرض نفسه بقوة في تشكيلة رينارد، يعتبر من أبرز المواهب المنتظر تألقها في البطولة. أيمن فلاتة، لاعب وسط نادي ضمك الذي انضم للقائمة لتعويض غياب سلمان الفرج بسبب الإصابة، من المتوقع أن يحصل على فرصته لإثبات جدارته. عبد الإله ساوي، لاعب وسط نادي الاتحاد الذي أظهر قدرات مميزة هذا الموسم، انضم أيضا لقائمة المواهب الشابة. عبد الملك العييري، وهو المفاجأة الكبرى، الظهير الأيمن لنادي نيوم الذي انضم للقائمة رغم المنافسة الشديدة مع لاعبي النصر سلطان الغنام ونواف بوشل. عبد العزيز العثمان، وهو مهاجم نادي القادسية صاحب 20 عاما الذي سجل 3 أهداف هذا الموسم، انضم لخط الهجوم بجانب الشهري والبريكان ورديف. فمن يكون أكثرهم تألقا في البطولة؟